السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناة اخترنا لك مع نودي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البيتزا بالجبنة المطاطية الجميلة اللي انتوا هتشوفوها دي. أحسن ما انتي تروحي تاكليها في المطاعم وغالية، ودلوقتي تقريبا غلت في مصر، أنا مش عارفة وصلت لكام. هتلاقيها حوالي 150 200 على ما أعرف يعني مش عارفة الأسعار في مصر كام. وليه؟ مقاديرها بسيطة وخطواتها أسهل، وانتي تعمليها في البيت بإيدك لولادك. معلش يا ولاد، القطعة دي أنا كنت مقطعة بيها البيتزا قبل ما تدخل النار. هتشوفوا الخطوات معايا، لا تقولوا إن القطعة مش نضيفة، لا هي نضيفة، بس أنا كنت عاملة بيها تركاية قبل ما أقطع. بصوا الجبنة مطاطية ازاي، ونفس اللي بتاكليها في المطعم. أول ما تاكليها كده بتلاقي الجبنة بتمط معاكي وتقولي واو، دي مفيش حاجة زيها. معرفش أعملها في البيت بالطريقة دي، لا أنا هقولك تعمليها ازاي والخطوات ازاي وتطلع معاكي بالطريقه دي. بصوا التسويه فوق وتحت. الاخرام دي من الصينيه دي خاصه بالبيتزا وخاصه بالطرد. يلا بينا نشوف المقادير. معايا ده كيلو دقيق، عشان انا هاخد نص الكميه واشيلها في الفريزر لما احتاجها بدل ما اعمل تاني. ممكن انت تقللي الكميه يبقى نص كيلو. معايا هنا خميره فوريه، معايا معلقه بيكنج باودر صغيره، معايا معلقه فانيليا عشان بتدي للمخبوزات ريحه، معايا رشه ملح، معايا معلقه سكر، معايا 4 معالق زيت، معايا كوبايه زبادي، معايا ميه، ومعايا زعتر، ومعايا بهارات بيتزا. انت ما عندكيش بهارات البيتزا هتعملي ايه؟ هتحطي بصل باودر وتوم باودر. يبقى بدل بهارات البيتزا هتحطي بصل باودر وتوم باودر. هنا هنزل بكل الحاجات اللي هي الخام دي مع بعضها: معلقة السكر، معلقة الخميرة الفورية، معلقة البيكنج باودر صغيرة، معلقة الفانيليا، رشة الملح، رشة السكر، الزعتر، بهارات البيتزا اللي هي بدلها بصل باودر وتوم باودر. هقلب كله مع بعضه اهو. وبعد كده هنزل بالمواد السائلة دي على المواد الجافة. هنا 4 معالق زيت كبار، ومعايا كوباية زبادي اللي هو بيتقال عليه في الدول العربية لبن، وكوباية مية، بس أنا هحتاج كوباية مية ونص. ما تحطيش المية على طول، في دقيق بياخد أكتر وفي دقيق بياخد أقل، يبقى مقدار المية على حسب نوع الدقيق بتاعك. وممكن لو ما عندكيش الزبادي تستبدلي الزبادي أو اللي بيتقال عليها لبن ب3 معالق لبن بودر، ب3 معالق لبن بودر. هنا هحطهم كلهم في العجان، ولو ما عندكيش عجان يا حبيبة قلبي اشتغلي بإيدك، مفيش أي مشكلة. هنا الدقيق بتاعي احتاج نص كوباية مية كمان، يبقى أنا مش هقدر أحدد لك كمية المية. هنا بعد ما العجينة خلصت، طبعا انتوا حفظتوا عني ان انا باخدها احط طبقة زيت فوقيها وادخلها الفرن وهو مقفول تختمر. بصي العجينة ما شاء الله كده مظبوطة لينة وطرية معاكي ازاي. هنا بقى بجيب العجينة بفردها على المفرش اللي انا هشتغل عليه. هي عجينة البيتزا بتبقى رقيقة، كل ما بترققيها كل ما بتبقى احلى، بس انا وولادي بنحبها وسط، ولا هي كده ولا كده. بس انتي لو بتحبيها رقيقة رققي فيها في الفرد، يعني على حسب ما انتي بتحبيها. انا بحبها وسط، ولا هي كده ولا هي كده، يعني ولا هي رقيقة قوي ولا هي سميكة قوي. هنا بتفرديها وهتجيبي الصينية بتاعتك بعد ما تخلصي. انا عندي هنا الصينية الخاصة بالبيتزا او التارت. انتي في اي صينية مدورة عادي اشتغلي فيها مفيش مشكلة. هنا هفردها اهو. ممكن انتي بقى تفضلي ترققي في العجينة في الفرد زي ما انتي عايزة، بس ما ترفعهاش قوي هنا جبت الصينيه بتاعتي بوريها لك اهو، كده مناسب بالنسبه لي. ممكن انتي ترققيها اكتر من كده. وهنقلها من المفرش على الصينيه اهو. في بقى تركايه، الجوانب دي الاطفال كلها بترميها، يعني بياكلوا البيتزا ويسيبوا الحروف. فانا عملت ايه؟ جبت الجبنه النستو وهحشي الجوانب دي وهقفل عليها. هيحبوها الاطفال، وانتي قبل الاطفال هتحبيها وهتاكلي البيتزا كامله، مش هترمي منها حاجه باذن الله.
وقبل ما احط الجبنه هخرم. الحركه دي بقى ليه لازم تخرمي البيتزا؟ لان هي فيها خميره فوريه وفيها معلقه بيكنج باودر، فما تيجي تدخل الفرن هتختمر، فالحشو اللي انت حاطاه من فوق مع علوها في الفرن هيرمي الحشو ده بره، هيطفو كده ومش هيبقى فيها حشو، كل الحشو اللي فوق ده هيقع. فحركه التخريمه دي بتطلعي منها الهواء، اوعي تنسيها. تعمليها بالشوكه. وبعد كده هحشي الجوانب زي ما قلتلك اهي، جبنه نستو هحشي بيها الجوانب وهقفلها كويس قبل ما احط الحشو بتاعي. الحشو ده بقى يا حبيبتي زي ما انت عايزه. انا هنا هحشيها تونه، ممكن انت تحشي جبنه، ممكن انت تحشي خضار، كوسه، جزر. الحشو ده بيرجع لذوقك انت واللي انت بتحبيه انت واولادك. انا هنا استخدمت تونه، ممكن تستخدمي لانشون، يعني الحشو ده بتاعك انت. هنا بقى بصوا بقفل الجوانب ازاي، بصوا ايدي يا ولاد فيها جبنه بس ايدي نضيفه، انا غاسله ايدي قبل ما ابدا في اي حاجه. كلنا ستات شاطره ونضيفه، قبل ما بنبدا في اي حاجه بنغسل ايدينا ليكي ولبيتك. انت بتعملي لاولادك، انت اكتر واحده تخافي على مصلحتهم ونظافه الحاجه اللي بتعملها لهم اهي. بعد كده هجيب بقى الصوصه بتاعتي. عندي انا هستخدم الصلصه الجاهزه، هحط عليها بهارات البيتزا مع معلقه كمون مع زيت. انت ما عندكيش بهارات البيتزا هتحطي ايه؟ توم باودر وبصل باودر ومعلقه زيت وشويه كمون. وممكن انت تعملي الصلصه التانية اللي هي عباره ايه عن بصل وتحطي عليه عصير طماطم وتسيبيه يتسبك، بس دي اسرع واحسن ونفس الطعم. يعني الخيار ليكي، لو عايزه تحطي صلصه جاهزه زيي هتعمليها بنفس الطريقه دي، لو عايزه تعملي الصلصه العاديه بتاعه المطاعم اللي هي عباره عن بصله وتحطي عليها عصير الطماطم وتسيبيها تتسبك. هنا هبتدي ادهن كل الصينيه بالمعجون الصلصه اللي انا حاطه عليه معلقه كمون صغيره وحاطه عليه بهارات بيتزا وحاطه عليه زيت. مفيش بهارات بيتزا في مصر، هتحطي توم باودر، بصل باودر. وهنا انا قلت لكم استخدمت الحشو بتاعي تونه. هحط بقى ايه معايا؟ طماطم، معايا فلفل اخضر، ومعايا زيتون، ومعايا بصل اهو. هحط كل ده فوق التونه زي بتاعه المطاعم. تفرق عنها في ايه؟ لا تفرق، هناك بتروحي تدفعي فلوس وتدفعي فلوس باهظه وغاليه. هنا انت ممكن تعملي واحده واثنين وثلاثه ومش هتكلفك اللي انت بتروحي تدفعيه في المطاعم. ويكفي ان انت ضامنه نظافتها، انت شغاله في حاجتك بايدك. بصوا انا بصراحه بحب اعمل المعجنات دي في البيت، سواء بيتزا سواء باتيه، اي معجنات انا بحب اعملها في البيت. وانا عملت معاكم معجنات كتير على القناه، اللي حابب يتفرج على الفيديوهات يا حبايبي. هنا طبعا بتكوني انت مولعه الفرن على اعلى درجه، وليكن انا عاملاها على 200. تحطيها في الرف اللي في النص. اول ما تاخد وش بتروحي مطلعاها وجايبه قطعه البيتزا، وتروحي حاطه بقى الجبنه الموتزاريلا في الاخر عشان تديكي المطه دي. ما تحطيش الجبنه الموتزاريلا دلوقتي، كده هتدخليها الفرن لحد ما تستوي من تحت. بصي بعد ما طلعت من الفرن موريكي اهي وخدت لون. هعمل ايه؟ بصوا قطعت البيتزا نضيفه اهي، عشان ظهرت في اول الفيديو كان فيها تونه، لحد يفكر ان هي مش نضيفه، لا انا عملتها دي بعد دي على طول، فعشان كده القطعه كان فيها بيتزا حبايبي، كان فيها تونه، انا اسف. هنا بقى هقطع البيتزا واحط عليها الجبنه الموتزاريلا. يبقى الجبنه الموتزاريلا ما بتتحطش في الاول. الجبنه الموتزاريلا حبايبي ما بتتحطش ايه في الاول. بصوا كده رشيت عليها الجبنه الموتزاريلا. معلش كان تليفون البيت بيرن يا ولاد اهو. وبعد كده هدخلها الفرن تاني. الحركه دي هي اللي بتخليلك لما تيجي تقطعي البيتزا بتمط معاكي. اما بتحطي عليها الجبنه الموتزاريلا، اوعي تحطي الجبنه الموتزاريلا وهي داخله الفرن اول مره، لا مش هتديكي
الحركة المطاطية دي. بصوا، وده شكلها يا حبايبي بعد ما طلعت من الفرن. بالهنا والشفا للي يجرب بطريقة نودي. تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وبالهنا والشفا للي يجرب.